هذه القصيدة التي قالها عالم كبير من علماء إخواننا السنة وهو عبد الحميد المعتزلي، وهي مكتوبة الآن على قبر أمير المؤمنين علي عليه السلام. نقرأ منها للتبرك. يا برق إن جئت الغريب فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبع، بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمعوا، بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف فيلمعوا، فيك الإمام المرتضى فيك الوصي المجتبى فيك البطين الأندع، يا قالع الباب يا قالع الباب التي عن فتحها عجزت أكف 40 و4، وأقول فيك سميدع كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع، بل أنت في يوم القيامة حاكم نحو الخصوم وشافع ومشفع، اللهم شفعه لنا يا كريم. اللهم اسقنا من كفه شربة لا نظمأ بعدها. محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة يا أمي. بعد يلا وياي وسيدة النساء عظم الله أجرك يا زهراء، أنا أردحك وياها من رخصتكم أقول لها يا زهراء بالأمس أنت خرجتي لزمت عبادة باب المسجد وقلتي لا أرجع حتى أرى علي سالم، حتى ترينا عليا سالما عظم الله أجرك لقد ضربوه في محرابه. وسيدة النساء سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي وصبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم بالرخصة من مشايخنا والسادة يقرون وياي بقية الأبيات. وسيدة النساء سكني وعرسي مسوط لحمها بدمي ولحمي وصبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي سبقتكم إلى الإسلام مقرا بالنبي في بطن أمي. بعد أوصل لما أحكي أسكت قولوا وياي قولوا
وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغ أوان حلمي يا بلتم الصلاة في محرابها يا قاتليه وهو في محرابه ويبكي عليه الشهر. يلا بينا تم نسيانه يبكي عليه الشهر ما تم نسيانه يبكي عليه الفرض يبكي عليه الفرض ما تمم راحوا دعوا اولاده طبق كلهم وزينب تنادي وين يا اخواني تريدون كان القصد يم الغريب واني تدفنون ريضوا شويه نقضي ودعوا تشيلوا من تزود من قبل ما تدفنون كان ريضون الجنازة لي فرد ساعة بلوي على ابويا وبجدد له وداع بلوي على ابويا وبجدد له وداعا وبوصي الحفار القبر لا تشرجون قال الحسن ومدامعته من العين خلي على الشيال ما ينغطس العين خلي على الشيال ما يرغطس العين حملت على الأكوان